بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بيان من الديوان الملكي. جاءنا من المحكمة العليا ما يلي: عقدت المحكمة العليا في مقرها الصيفي في محافظة الطائف جلسة مساء هذا اليوم الجمعة 29 من شهر شعبان عام 1435 للهجرة، متحرية ما يردها من المحاكم عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1435 للهجرة. وبعد اطلاع المحكمة العليا على ما ورد إليها بهذا الخصوص ودراسته، وبناء على قرار المحكمة العليا رقم 59 تقسيمها وتاريخ 3/8/1435 للهجرة، المتضمن أن يوم الجمعة 1/8/1435 للهجرة حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر شعبان لهذا العام 1435 للهجرة، فقد أصدرت القرار التالي: القرار رقم 60 تقسيمها وتاريخ 29/8/1435 للهجرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، فنظرا لعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء هذا اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1435 للهجرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. فإن المحكمة العليا تقرر أن يوم السبت الموافق 1/9/1435 للهجرة حسب تقويم أم القرى هو المكمل لل30 من شهر شعبان عام 1435 للهجرة، وأن يوم الأحد الموافق 2/9/1435 للهجرة حسب تقويم أم القرى هو غرة رمضان المبارك لهذا العام 1435 للهجرة. والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو ولي العهد وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية والمقيمين بها من المسلمين وجميع الأمة الإسلامية بدخول هذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة، بأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويصلح ذات بينهم، وأن يعلي دينه ويعلي كلمته، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس وأعضاء المحكمة العليا: عضو عبد العزيز بن إبراهيم الحصين، عضو دكتور عبد الإله بن عبد العزيز آل فريان، عضو سليمان بن إبراهيم الحديثي، عضو أحمد بن حمد المزروع، عضو محمد بن شريم الشعبي، عضو عبد الله بن عبد الرحمن القاسم، عضو أحمد بن مقبول حكمي، عضو سعد بن محمد الغامدي، عضو عبد العزيز بن عبد الله السبيعي. رئيس المحكمة العليا غيهب بن محمد الغيهب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.